السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم القرص الطريه الجميله. كل سنه وانتم طيبين. في العيد كده بنبقى عايزين حاجه نفطر الصبحيه بيها مع كوبايه الشاي، بتبقى لذيذه جدا. ان شاء الله هعمل معاكم بقى القرص الفلاحي بتاعت زمان. يعني مع احترامي لكل اللي بيعمل القرص اليومين دول، بس بحس ان هي المقادير بتاعتهم بتبقى بتاكليها عامله زي بتاعه الافران، اللي هي بتبقى عامله زي الفينو شويه. لكن دي بتاعه زمان، القرصه اللي هي بتبقى فيها سمنه كده ودسمه وجميله وما شاء الله تحفه جدا. وهقولك برضو في الفيديو ازاي يطلع معاكي العجينه ناعمه كده وملمسها ناعم معاكي، ما تبقاش متشققه من الحروف، وقلبها طري كده وحلوة من فوق. مقاديرها سهلة وجميلة وبسيطة جدا. نسمي بالله كده ونبدأ الوصفة. بس يا ريت ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك. انا هعمل المقادير 2 كيلو من الدقيق. تقدري ان انت تاخدي المقادير نصها وتعمليها بكيلو واحد بس انا قلت عشان تديني كمية برضو كويسة، عملت 2 كيلو من الدقيق. اي نوع دقيق انت بتفضلي. انا مش هنخله ولا حاجه، هجيبه كده من الاكياس. حتى لو انت جايباه سايب برضو من العطار عادي، هتحطيه برضو من غير ما تنخليه عادي. انا هنا حطيته بس حسيت ان الطبق اللي انا بعمل فيه ضيق، مش هعرف اعجن فيه كويس. علشان هحط لها خميره، فلازم ادام يبقى فيها خميره يبقى مساحه الطبق تبقى اكبر شويه. انا هحط بقى 4 معالق من السكر مع معلقه صغيره من الملح، وادوبهم كده مع معلقه ونص من الخميره. ما كترش الخميره قوي علشان احنا في صيف، يعني في الصيف بيبقى مختلف عن الشتاء في الخميره. في الصيف بنقللها شويه عشان بيبقى الجو حر يعني، وبتتفاعل بسرعه مع السكر. هنقلبهم كده كويس مع دي. يبقى كده جبنا كل المواد الجافه. هنحط بقى كوبايتين ونص من السمنه مع نص كوبايه من الزيت. تقدري ان انت تحطي 3 كوبايات من السمنه، بس انا قلتها خفيفه وتبقى جميله برضو، خفيفه وحلوه. هتبقى كوبايتين ونص، وهكملها كوبايه كده بالزيت، يبقوا 3 كوبايات معي لل2 كيلو دقيق. لو هتعملي كيلو دقيق واحد يبقى هتستخدمي كوبايه ونص من الماده الدهنيه معاكي. هنقلبهم كده. انا لسه ما حطيتش لا لبن ولا ميه ولا اي حاجه، بس هحاول اغلف الدقيق بالسمنه كده شويه. برضو السمنة تبقى دافية، ما تبقاش سخنة قوي عشان انا حاطة الخميرة، وما تبقاش باردة قوي، يعني اللي هو تحطي ايديكي يا دوبك تستحمليها كده. وهنقلبها بقى، حاول ان انا ادير الدقيق كده على قد ما اقدر. شايفين؟ هجيب بقى الخطوة دي بقى مهمة، هي دي سر ان هي بتبقى طرية من جوه وجميلة. بستخدم كوباية من الزبادي، الكوباية اللي هي الكبيرة، علشان انا مستخدمة 2 كيلو من الدقيق. وبرضو بيبقى تحفة لو عندك لبن قاطع، اللي هو اللبن ان انت تغليه مثلا بالليل وتيجي الصبح كده تلاقيه قطع معاكي، بيبقى ممتاز جدا. تاخديه وتفرميه في الخلاط عشان ما يبقاش فيه تكتلات، وتستخدميه هيبقى ممتاز جدا. هنستخدم بقى الكوباية الكبيرة بتاعت الزبادي اللي احنا قلنا عليها، وهنجيب كوباية من اللبن برضو يعني دافي بسيط مش سخن. واحاول اقلبهم كده. انا بقلبهم ليه؟ عشان مش عايزه تكتلات في قلب العجين، ما تبقاش محببه معاكي. يعني اوقات ناس بيجوا بيعملوها تيجي تلاقيها لم في الاخر كده شكل القرصايه محبب معاكي. لا، انا عايزه المكونات اللي انا بحطها تبقى ناعمه. يبقى كده كوبايه الزبادي مع كوبايه اللبن، وهنزل بقى وابدا ان انا اعجن معاكم. يا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك عشان ده هيرفع القناه بتاعتي. هبدا بقى احط كده نص الكميه واقلب، واحطها كلها كده. هتحسي ان العجينه بدات تلم معاكي. 2 كيلو دقيق بيحتاجوا كوبايتين من الحليب او اللبن. انا هحط كوبايه كمان مع كوبايه كبيره من الميه. يبقى سوائل بتاعتي معاكم. هحط كوبايتين من اللبن كده مع كوبايه زبادي مع كوبايه كبيره من الميه،
وهبدأ ان انا اعجن كده زي ما انتوا شايفين. هحاول ان انا اداري الدقيق بتاعي لحد ما يتدرى كله كده. انا ما بعجنش اهو، انا بس بداري الدقيق معايا، عشان الخطوات دي مهمة وهتفرق معاكي في ملمس العجينة. وهبدأ ان انا انزل المية، احتاجتي حبة مية كمان هتحطيهم، ما احتاجتيش خلاص. ده بيفرق من يعني حسب نوع الدقيق، بس اهم حاجة ان انا اداري كل الدقيق كده، واحاول بقى ان هي تبقى طرية كده معاكي. بصوا ما شاء الله اهي، خلاص داريت كل الدقيق. هبدأ بقى ان انا هديها بالبوكس كده علشان تبقى ناعمة معاكي. بصوا من شكلها ما شاء الله طرية جدا، يعني تتاكل نية كده. بصوا لما توصل بقى للقوام ده تبقى هي كده جاهزة معاكي وتبقى ممتازة جدا. انا بجربها قدامكم اهو. لو العجينة طبعا العجن فيها اي حاجة او مش مخدومة كويس، هتلاقيها لما تعمليها كده تلاقيها مشققة من الجناب، ده هتبقى نتيجتها مش كويسة. لكن ادام تبقى ناعمة معاكي كده يبقى ما شاء الله تتوكلي على الله كده وتغطيها وتسيبيها شوية لحد ما تخمر، هتبقى ممتازة جدا معاكي. كل سنة وانتوا طيبين بجد، قوموا تشجعوا كده واعملوها، هتفرق معاكوا. بتبقى تحنيها بقى بالجبنة بمربى، بتبقى ممتازة. انا هنا بقى سبتها تتخمر كده حوالي نص ساعة، مش اكتر من كده. انا مش عايزاها تخمر جامد، يعني يا دوبك بس ترتفع كده شوية، وابدأ بقى ان انا اشتغل فيها علشان لما اجي اكورها تساعدني في ان انا يعني تتخمر تاني. انا سيبها حوالي نص ساعة مش اكتر من كده، وابدأ بقى ان انا اقطعها التقطيعة اللي هي على قد القرصة بالظبط، وما تكونش برضو كبيرة قوي علشان انت لسه هتخمر معاكي، وما تكونش برضو رفيعة عشان ما تجيش ناشفة معاكي في قلب بعد ما تستوي. هبدأ بقى ان انا اكورهم كلهم كده. اهم حاجة اكون مغطية العجينة بتاعتي علشان ما تنشفش مني. هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين طبعا الصورة واضحة انا بعملها ازاي. هكور بقى كلهم كده. اهم حاجة حاول ان انا ايديا تبقى تطلعها مدورة شوية عشان لما اجي اعملها تبقى مدورة القرصة معاكي. اهم حاجة اي حاجة اللي انا اعمله اروح مغطية كده بكيس تلاجة، بفتحه وبروح مغطية بيها. دي كانت الكمية كلها ما شاء الله، ادتني كمية كويسة جدا. لما خلصتها كانت اول قرصاية كانت اتعملت، اول الكور اللي انا عملتها في الاول ارتفعت كده وارتاحت خالص. شايفين تحسوا ان هو اتضاعف حجمها شوية كده. هتبقى جاهزة بقى ان انا اعملها واشكلها زي ما انتوا شايفين. بحاول كده ان انا ادورها ابططها كده تكون كلها مستوية، وبايديا يعني ايد بتعمل وايد بتدور القرصية نفسها. شايفين ما شاء الله ناعمة والعجينة حلوة وملمسها ناعم، علشان لما دعكناها في الاخر بقت ممتازة معاكي. هبدأ بقى ان انا اجيب الصواني بتاعتي واحط عليها بدهنها رشة بسيطة جدا من الزيت ده في اول مرة. مش عايزة ترشي مفيش مشكلة عادي، يعني مش هتفرق، بس انا بحب اول مرة ادخلهم الفرن الصواني بتبقى ممسوحة كده برشة زيت بسيطة. وابدأ بقى ان انا ارص الصواني بتاعتي، ببطط كده وايد بتدور. هي كده واضحة معاكي خالص وسهلة ما شاء الله. شايفين السمك بتاعها مش مرتفع قوي علشان هي كده كده لسه هتضاعف الخمر بتاعها. دي الصواني اللي انا عملتها، وفوت بقى كمية تانية. مش هعمل الكمية كلها في قلب الصواني. لو انت ما عندكيش صواني كافية ان انت تدخليهم كلهم او ترصيهم كلهم في الصينية، بنعملها في صينية كبيرة كده، وتبدأي بعد ما بيخمر تنقلي من الصينية الكبيرة لل... للصواني اللي هي هتخش الفرن. شايفين ده غطيتها. اهم حاجة ان انا اغطيها بعد ما تضاعف حجمها كده ما شاء الله جميلة. هبدأ بقى ان انا بالشوكة وهعملها مرتين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا في الوقت ده انا مشغلة الفرن علشان لازم تخش على فرن سخن جدا. ده في حالة بقى ان انا دخلت اول دور وخرجتهم. ببدأ بقى ان انا ارص. اهم حاجة ان انا اخدهم من الصينية او من الحاجة اللي انا حطاها عليهم
بالراحة علشان ما تلاقيهاش هبطت معاكي. شايفين ما شاء الله بجد عملت كمية حلوة قوي، والقرص نفسها طعمها جميل، والسكر بتاعها مع الملح لا حقيقة مظبوط، مش مسكرة ولا ان هي حادقة في نفس الوقت. يعني تنفع في اي حشوة انت هتعمليها، لو هتحطي عليها مربى او هتحطي عليها جبنة هتنفع معاكي. شايفين بجد ما شاء الله حلوة قوي، هتعجبكم. بس يا ريت بقى ما تنسونيش كده في اللايك والاشتراك، واهم حاجة بنسويها من تحت، وبعد كده نولع عليها الشوايه. لو انتي هتسويها في الفرن بتاع البوتاجاز العادي، يعني بشغل عليها من تحت بمجرد ما تتحمر، بعد كده خلاص بفتح عليها الشوايه من فوق، بوطي بقى من تحت خالص واولع الشوايه من فوق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مع السلامه.